السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكل متابعيني المحترمين في كل مكان. وحشتوني جدا يا بنات من آخر فيديو. بقيت كل يوم بعمل حاجة في نفسي، والموضوع أصبح بيتكرر معايا في اليوم أكتر من مرة. الموضوع أصبح بالنسبة لي إدمان ومش عارفة أبطله. ما بقيتش عارفة أعمل إيه، وما بقيتش كمان عارفة إذا كنت أنا هعرف أتجوز بعد كده ولا لأ، أو إذا كنت أنا هينفع أتجوز بعد كده ولا لأ. من فضلكم يا ريت تسمعوا مشكلتي للاخر وتشوفوا لي حل وتقولوا لي اعمل ايه، علشان انا ما بقتش بامانه عارفه اعمل ايه. قبل ما نبدا موضوعنا النهارده يا ريت نسمي الله ونصلي على رسول الله في الكومنتات، ويلا خلونا نكمل موضوعنا. انا بنوته عندي 19 سنه، وعندي اخويا اصغر مني. امي اتطلقت من بابا وانا عندي 10 سنين. كان في بين ماما وبابا مشاكل كتير، وفي الاخر اتطلقوا. رمتنا يا هبة وسابتنا للأسف، وأنا كان عندي رمتنا يا هبة وسابتنا للأسف وأنا صغيرة جدا، وأخويا كمان كان أصغر مني. بابا طبعا كان في الشغل طول الوقت، وما كانش فيه حد يقدر يربينا، وبابا ما عرفش يربينا لوحده. كنا محتاجين أم تربينا. خالتي وعمامي بعيد عننا، ومفيش حد كان يقدر يسيب بيته ويسيب ولاده ويجي يربينا أو يهتم بينا. بابا قرر إن هو اتجوز وجاب لنا مرات اب. انا دلوقتي خلصت الثانويه، وفي كليه، في اولى كليه. واخويا لسه بيدرس في المرحله الاعداديه، في الاعدادي. طول اليوم بابا يكون في الشغل، يرجع بالليل يقعد مع مراته، يقضي طول الوقت مع مراته، ولا بيهتم بينا ولا بيسأل علينا، ولا انا ولا اخويا ذاكرتم ولا اكلتم ولا عملتوا ايه طول النهار، تعبانين ولا مش تعبانين، ولا بيسأل فينا. كل اهتمامه بزوجته، عايش مع مراته سعيد فرحان مبسوط. كل يوم كل اسبوع يخرجوا يوم، يقضوا اليوم بره ويتغدوا بره ويروحوا عند اهلها ويزوروا اهلها ويتفسحوا ويخرجوا، ما بيسألش فينا خالص. ابويا اتجوز الفرش بتاع امي، يعني على سرير امي، وزوجته الجديده دي بتلبس هدوم امي. وكمان حتى امي كان عندها دهب، ابويا عطى دهب امي لمرات ابويا دي. انا اتقهرت وزعلت وحزنت حزن شديد جدا على امي، ان هي سابتنا ورمتنا وخلاص، وبابا ما خلاهاش تاخد ولا اي حاجه من حقوقها. حتى الدهب بتاعها اخده واتجوز وعطاه لمراته الجديده. مراته الجديده دي ما كانتش ولا بتهتم بينا ولا تسأل فينا. هي يدوب تصحى الصبح تعمل الاكل، لو نظفت تنظيفه سريعه كده للبيت، جه ميعاد الغدا تجهز الغدا، اتغدى انا واخويا، وهي بتتغدى هي وبابا، ما بتاكلش حتى معانا، ولا في حد بيسأل فينا ولا بيهتم بينا. انا بروح المدرسة، خلصت مدرسة، برجع من الجامعة على البيت لو عندي كورس ولا عندي حاجة، وبرجع. اخويا كمان بيرجع من مدرسته على البيت، لو عنده درس بيروح الدرس وبيرجع على البيت. ولا في حد بيسأل علينا ولا بيهتم بينا ولا بيقول لنا انتوا فين ولا اي حاجة. انا عندي صاحبة بس واحدة، هي دي جارتنا، واحنا متربيين سوا، ساكنة في الشقة اللي قصادنا. انا بروح اذاكر معاها او هي بتيجي تذاكر معايا. مرات ابويا طول اليوم لا في المطبخ، لا اما قافلة على نفسها اوضتها قاعدة على النت. وابويا طول اليوم في الشغل وبيرجع بالليل، ولما بيرجع بيقضي اليوم باقي الوقت اللي باقيله مع مراته. مفيش حد بيسأل فينا ولا بيهتم بينا. كنت كل يوم بروح اذاكر مع صاحبتي بعد ما نخلص جامعة، او لو عندنا كورس بروح اذاكر مع صاحبتي، او هي تيجي تذاكر معايا في البيت. بنقفل على نفسنا الغرفة انا وصاحبتي ونقعد نذاكر. لحد ما في مرة جت صاحبتي وعرضت عليا ان احنا نتفرج على افلام اباحية. اول حاجة جابتها لي بالتدريج، جابت لي مقطع كده، فيديو اباحي بنات بيمارسوا سكس مع بعض. بقيت اتفرج. في الاول انا كنت مكسوفة
ومحرجه جدا، وازاي احنا ما ينفعش نتفرج على الكلام ده. هي قعدت تقول لي اتفرجي، انبسطي، جددي، اخرجي من الاكتئاب اللي انت فيه، اخرجي من الزعل اللي انت فيه. واحنا بنتفرج واحنا بنعمل حاجه، ده احنا بنتفرج بس ما اعرفش ايه. الاول كان مقطع مثلا 3 4 ثواني، بعد كده بالتدريج بقت تجيب مقطع 5 دقايق 10 دقايق بالتدريج. حبيت الموضوع جدا وبقيت اتفرج على الافلام الاباحيه دي انا وهي كل يوم. قصرنا في المذاكرة ولا بقينا نروح الكورس ولا أي حاجة، بنرجع من الكلية على طول جري على البيت علشان نتفرج على الأفلام دي. بقيت كمان أنا أحمل الأفلام دي على تليفوني، زي ما صاحبتي عندها أفلام على تليفونها، بقيت أحمل الأفلام دي على تليفوني وأتفرج عليها. أتفرج على الفيديو مرة واتنين وتلاتة، وحبيت الموضوع جدا وما بقيتش عارفة أبطله. لحد ما جت في يوم صاحبتي قالت لي ايه رأيك نعمل زي ما هما بيعملوا مع بعض، يعني هما البنات في الفيديو الإباحي ده بيعملوا مع بعض ايه، تعالي احنا نعمل زيهم. طبعا انتوا عارفين الافلام الإباحية البنات مع بعض بتعمل ايه. صاحبتها قالت لها تعالي نعمل زيهم. هي في الاول لا ما ينفعش ما اعرفش ايه، طبعا هي ايه حبت الموضوع ان هي تتفرج عليه كل يوم. وافقت مع صاحبتها بقوا يعملوا مع بعض علاقات، او كده بيتصرفوا تصرفات زي اللي موجودة في الافلام الاباحية هي وصاحبتها. ادمنوا الموضوع ده، ما بقوش عارفين يبطلوه. يعني هي وصاحبتها بقت زي زوج وزوجة، كل يوم بيمارسوا علاقة خاصة مع بعض. بقت هي وصاحبتها كل يوم بيمارسوا علاقة مع بعض، ما بقوش عارفين يعملوا ايه ولا هي ولا صاحبتها. هي ادمنت الموضوع. صاحبتها لو مثلا يوم الجمعة اجازة ما جاتلهاش، هي بتروح لصاحبتها ويمارسوا العلاقة دي مع بعض في بيت صاحبتها. يعني لو صاحبتها ما جاتش هي بتروح لها، لو صاحبتها جات لها برضو بيعملوا العلاقة دي في بيتها. طبعا انا لوحدي يا هبة، مفيش رقابة ولا من مرات ابويا ولا من ابويا، ولا حد بيسأل عليا ولا حد بيسأل فيا، لا انا ولا اخويا ولا حد بيقول لي انت رحتي عند صاحبتك واتأخرتي ليه. نصيحتي ليكي تقربي من ربنا وتدعي ربنا وتصلي وتقربي من ربنا وتبعدي عن صاحبتك دي، تنصحيها ان هي تبعد عن الموضوع ده وتقرب من ربنا وتصلي. اخدت بكلامك وبعدت وقربت من ربنا اوكي، ما اخدتش بكلامك اوكي، بس لازم انت تقطعيها وما تكلمهاش وما تعرفهاش خالص، علشان هي اللي هتشد رجلك وترجعك ان انت تمشي في الطريق ده. نصيحة لكل اب ولكل ام، يا ريت تربوا ولادكم وتحطوا عيونكم في وسط راسكم، تعرفوا ولادكم رايحين فين بيجوا منين، ما يقفلوش الباب وهما بيذاكروا مع اصحابهم وتراجعوا. من فضلكم كل الناس اللي بتشوفني تعمل مشاركة للفيديو علشان اكبر قدر من الناس يقدر يستفيد. انا عملت القناة هنا علشان كلنا نستفيد من بعض. مشاكل كتير ومصايب كتير وحكايات كتير، ربنا يكفينا ويكفيكم شر فواجع الاقدار بتحصل، وناس ما بيبقاش عندها حل. يا ريت تكتبوا لي رايكم في الكومنتات علشان صاحبة المشكلة تقدر تلاقي حل مناسب ليها، سواء رأيي الشخصي او رأيكم، هي طبعا هتختار الرأي المناسب ليها. ما تنسوش كمان تصلوا على النبي في الكومنتات. بكده تكون خلصت حلقتنا النهاردة وخلص الفيديو، يا رب تكونوا استفدتوا منه ولو بالقليل. اشوفكم فيديو تاني بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.